يا مساء الخير، انا كريستين. لو اول مره تشوفوني لايك للفيديو واشتراك للقناه. النهارده هنعمل بديل النوتيلا زي ما انتوا شايفين. قوامها حلو خالص وسهله وبسيطه ومكونات سهله خالص. هنعمل حوالي نص كيلو نوتيلا، ينفع للسندوتشات في اللانش بوكس او في الفطار قبل ما العيال تروح المدرسه. سهل خالص. ده بعد ما فضل 10 دقايق بس في التلاجة. شايفين القوام؟ العلبه دي بتشيل حوالي نص كيلو. العلبه دي كبيره. سهل خالص ومكونات بسيطة، وكمان مش موضوع اوفر من بره، موضوع اضمن. يعني احنا حاجة عاملينها بايدينا وكل المكونات عارفينها. تمام، سهل خالص. يلا بينا نشوف ايه المكونات اللي هنعمل بيه بديل النوتيلا. هنا ده كوب الا ربع سكر بودرة، كوب الا ربع كاكاو. انا مستخدمه لون فاتح فيه كاكاو غامق اللي هو الاسباني. انا مستخدمه النوع العادي الفاتح من غير سكر طبعا. كوب الا ربع لبن بودره. دي حوالي نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن. انا مش هستخدم نص كوبايه الزيت كلها، انا هحط شويه وهخلي شويه في الاخر. تمام. دي المكونات بتاعتنا بس، مفيش اي حاجه. كل حاجه كوبايه الا ربع ما عدا اللبن والزيت. اللبن نص كوبايه والزيت نص كوبايه، كله في الخلاط. نص كوب الزيت هحط ربع في الخلاط، يعني مش هحط الزيت كله. يعني انا مستخدمه نص كوبايه زيت، هحط ربع كوبايه زيت واحط المكونات بتاعتي كلها في الخلاط. تمام. وممكن لو عندك بندق ممكن تحمصي كام حبه بندق وتحطيهم تطحنيهم معاهم في الكبة، هيخلي الطعم حلو وغني اكتر. تمام. شايفين انا عملتهم كده. هبدأ ان انا اشغل الخلاط واضرب شوية، وطبعا هيبقى معايا المعلقة السيليكون عشان الخلاط مش هيشتغل بسهولة. اقلب كل شوية عشان اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تمام. شايفين بالطريقة دي؟ بدأ هنا، وهبدأ بقى اضيف الزيت لغاية ما اخلصه. وبعد كده خلاص، يعني ما اخدش 3 دقايق، يعني كده خلصت كمية الزيت وحطيتها. ما اخدش 3 دقايق وقوام كده مظبوط. هو قوام بيكون كده سايل، واول ما بيتحط في التلاجة بيمسك كمان شوية. اتمنى الوصفة تعجبكم لانها سهلة وسريعة. بالهنا والشفا لكل اللي جرب الوصفة. ان شاء الله هتجربوها هتلاقوها حلوة خالص. سهلة خالص وهتنفعكم كتير في ايام المدارس، واقتصادية، وغير كده حاجة مضمونة عاملاها في البيت. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله.